السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل على عيونكم يا اجمل متابعين في الدنيا. احنا النهاردة هنعمل مع بعض تفريزات رمضان بس بشكل مختلف تماما. هنعمل حاجة اسمها طبخة وتفريزة. يعني ايه طبخة وتفريزة؟ يعني لما نحب نجيب خضار عشان احنا عايزين خضار عشان هنشيل رمضان، وفي نفس الوقت هنطبخ. فانا طبعا ابتديت بالقلقاس. جبت حوالي 3 كيلو قلقاس او 3 كيلو ونص، وجبت السلق والشبت بتاعه. هاخد جزء منه. طبعا الاول همسكه اقشره واخرطه، وهاخد نصه اطبخه والنص التاني هفرزنه ويشيله رمضان. آه طبعا الحاجات دي كلها هتنطبق على كل الخضار، زي البسلة، زي الفاصوليا الخضراء، زي السبانخ. انتوا فاهميني؟ من هنا لحد رمضان هبتدي ان انا اجيب الخضار اللي هستعمله في البيت. هجيب منه كمية، مش كمية كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. تمام كده. دول 3 كيلو قلقاس انا، او 3 كيلو ونص تقريبا، انا مش فاكرة قوي. فانا طبعا همسكهم خرطهم واقسمهم نصين. النص هطبخه والنص هشيله في الفريزر لرمضان. تمام كده. طبعا احنا دلوقتي في اوان، طبعا كل الخضار موجود، كل الفاكهة موجودة. وحلو جدا. يعني ما فيش حاجة فيه ناشفة ولا طرية ولا لا. يعني كل الخضار حلو جدا، شكله حلو جدا. طبعا هنا محتاجة ايد يعني من حديد. طبعا هنبتدي ان احنا نخرطها الاول بعد ما شقيناها نصين او قسمناها نصين. هنبتدي ان احنا ايه، آه نخرطها كده. همسك كل الكمية اللي معايا هعملها بنفس الشكل، وهبتدي ان انا اقشرها وبعد كده امسحها واخرطها مكعبات. طبعا بناخد حته كبيره في القشر، لان دايما الحته اللي بتبقى تحت القشر دي بتبقى ناشفه شويه. تمام كده. طبعا هنا انا خدت الكميه كلها، طبعا خرطتها و ومسكت جبت كام منديل من بتوع المطبخ، وابتديت ان انا امسحها. ما عندكيش مناديل مطبخ عادي جدا تستعملي فوطه المطبخ نظيفه، وهمسك ان انا امسكها اخرطها كده. طبعا هقوم بالكميه كلها بنفس الطريقه. الاحسن لما تيجي تخرطي بطاطس او تخرطي اي حاجه مكعبات، بلاش تبقى المكعب بتاعها كبير قوي، بيبقى شكلها مش حلو في الاكل. وفي نفس الوقت يعني هو يا دوبك، هو يعني مش لازم نقطع وكده. يعني هو المكعب على قد ان انتي تاكليه مع شويه الرز وخلاص. بيبقى شكله احلى واشيك بكتير، ومنظره في الطبق كمان. طبعا احنا هنا في حاجات دايما ايه يعني ما بحبش ان انا ايه اسخنها كل شويه. يعني مثلا زي القلقاس، انا بسويه بنسبه بالظبط 98%. دايما بحب اسيبه ناشف سنه. هنا انا كنت بقسمهم عشان هاخد النص اطبخه والنص التاني هحطه في كيس واشيله في الفريزر. والله من هنا لحد رمضان عملت تاني هعمل بنفس الشكل برضو. ما عملتش قلقاس تاني، فخلاص هو ده الكيس اللي هيفضل عندي. حتى لو اشتريت عليه او اشتريت
هشتري حوالي كيلو ونص فقط لا غير، يعني مش كتير. انتوا فاهميني؟ ف ف حتى لو هجيب تاني فهجيب كمية صغيرة، مش هتكلفني برضو فلوس كتير. انا شارية كيلو القلقاس ب10 جنيه، والحزمة بتاعت السلق ب2 جنيه. القلقاس من الحاجات اللي مش بتتحب، ان مش مستحب ان هي كل شوية تسخنيها لأي حد عايز ياكل. لا، دايما بتخلي عندك حلة صغننة كده او حاجة غويطة. اللي عايز ياكل بتغرفي في الحاجة دي او في الحلة الصغننة دي على قد اللي هياكل، وبتسخني وتفضيها في الطبق. بيفضل شكل الحلة حلو جدا زي ما هو، وشكله نضيف. القلقاس فيه مش مهري. بيفضل الشكل زي ما هو، المكعبات زي ما هي. لحد من اول قلقاسة لحد اخر واحدة بيبقى زي الفل، ما فيهوش اي حاجة خالص. ده طبعا كمية القلقاس اللي فاضت هي ما شاء الله كفتنا يومين. بس طبق كبير طبعا. ودي اللي هي ايه، اللي احنا هندخله نفرزنه. كمان عندي كمية السلق، دول 5 حزم سلق. طبعا برضو السلق نفس الحكاية، هتاخدي منه للي انتي بتطبخيه، وهتشيلي الباقي للي انتي فرزنتيه. هتبقي فرزنتي الطبخة بالسلق بتاعها. هبتدي طبعا اشيل الورق بتاعه بنفس الشكل كده. طبعا انا هنا بقطف الورق الاخضر. هو اللي انا بغسله وبحمره، وما بحبش اخد اي حاجة من العودة بتاعتها. طبعا يا ريت لما نعمل اكل الايام دي، يا ريت نعمل اكل على القد اللي احنا هناكله. بلاش نعمل كمية كبيرة ويفيض ويترمي وكده يعني. لا بلاش، يعني احنا دلوقتي في ظروف صعبة، مش حابة خالص الناس اللي بتقعد. بشوف ناس كتير بترمي الاكل. بشوف ناس كتير بتعمل اكل كتير وتقولك لا اصل كان ممكن حد يجي، او في حد كان جاي وما جاش فخلاص رميته. لا 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 لا، على فكرة كتير قوي كتير قوي لما الواحد بيطبخ لوبيا فاصوليا بيضة، قلقاس حتى لو فاض بتفضيه في علبة وتدخليه الفريزر. الفاصوليا واللوبيا والبسلة، كل الاكل وكل الخضروات دي لو انتي طبختيها لمدة طبعا انا بطبخ عامة الاكل، اي اكل بعمله لمدة يومين. لو فاض بعديها انا بحطه في علب وبحطه في الفريزر. بعد شوية، مش كبيرة قوي طبعا ومش صغيرة قوي، بس بعد شوية بتكون خلاص الولاد نسيوا الاكل اصلا. ممكن تطلعيها وتسلقي جنبه نص كيلو لحمة، لان اللي بيفيض مش مستحيل يقعدك يومين. هو بيقعدك يوم وبالعافية كمان، او يا دوبك هو على قد يوم تاني يعني. فانتي ممكن تسلقي جنبه نص كيلو لحمة. على فكرة، في الظروف اللي احنا فيها جدا ممكن ان انتي تسخنيه وتعملي شوية رز والولاد ياكلوا كده خضار ورز. مش لازم ابدا لحمة، بيبقى يوم ويعدي وخلاص. آه، لان احنا يا جماعة في ظروف صعبة جدا والله. والمفروض كلنا نحس يعني كلنا اكيد حاسين بالموضوع ده. بس حقيقي ولادنا مش فاهمين، مش مستوعبين الظروف اللي احنا فيها، فمش حاسين. فطول الوقت الولاد بتطلب طلباتها عادي جدا، والمفروض ان احنا نلبيها لها على فكرة. لان هما مش حاسين بالظروف اللي حوالينا، ومش فاهمين. آه فطبيعي ان هما بيطلبوا الطلبات اللي هما كانوا متعودين يطلبوها. انتوا فاهميني؟ بقى احنا بقى الفترة دي المفروض ان احنا بتعودهم ان لا في يوم فيه ولا يوم ما فيش. ولا احنا دلوقتي الظروف بقت غير والموضوع متغير تماما. أه... لعل وعسى يفهموا حاجة يعني.
المهم ان احنا دلوقتي جبنا طاسة او صينية او حلة او اي حاجة، حطينا فيها معلقتين كبار من السمنة. آه ونزلنا طبعا، مسكت السلق بعد ما غسلته وصفيته شوية في المصفى، مسكته خرطته كده بالسكينة على كبير شوية لانه بيفرقع، فممكن يحرق اي حد قدامه. مسكتها طبعا ان انا ايه، ابتديت ان انا ايه، خلاص هي كده دخلت في التحمير. عندي معلقة توم مفرومة، للأسف مش عندي توم صحيح. حطيت نص معلقة توم في الشوربة بعد ما حطيت القلقاس. على فكرة انا هنا كنت حطيت القلقاس في الشوربة بعد ما سلقت اللحمة. حطيت القلقاس في الشوربة، بياخد حوالي 50% من السوا، وابتدي ان انا ايه انزل بالسلقة عليه. هنا انا ما كنتش نزلت بالسلقة، هنا كنت بعد ما استوى او دخل في السوا، اخدت السمنة بتاعت السلق، فضيتها كده على الشوربة علشان خاطر ايه تدي ريحة وطعم. وكنت مخرجة، كانت اللحمة استوت زيادة، لو كنت سبتها علشان تاخد السوا بتاع القلقاس كانت اتحرقت، فانا ايه فصلتها برا الشوربة. هنا عندي كبة، كل الخلاط اتحرق، والكبة التانية الهاند بلندر للأسف وقعت دشدشة الموتور بتاعها، وديته للراجل يا رب يعرف يعملها. المهم ان انا عندي الكبة دي، حطيت فيها السلق وضربته. انا ما بحبش السلق اللي مطحون، او يعني بنحب احنا نشرب الشوربة بتاعته كده، بس ما يبقاش فيه حتت تيجي في بقك يعني. هنا الولاد كانوا جايبين بتاع الترشي دي، آه، مخلل. دي طبعا الحلة بتاعت القلقاس. هو يا جماعة فيديو واحد، عشان بس ما حدش يقول الفيديو مختلف عشان اللبس للأسف. ال آه، المية اتدلقت عليا فغرقت، فغيرت طبعا هدومي وجيت بقى غرفت الأكل. آه، طبعا ده شكل الأكل بتاعنا، شكله وريحته تحفة، حاجة جنين. ده الرز طبعا بتاعنا عملته. طبعا انا هدفي كله من الفيديو مش ان انا اقف اطبخ وكده، لا، اني انا اعرفكم ازاي ان احنا ممكن، الفكرة ان احنا نجيب خضار، نطبخ منه ونشيل منه، نطبخ منه ونشيل منه وبنفسه، مش بكمية كبيرة. فالهدف من الفيديو هو ان هو طبخة وتفريزة، تمام كده. طبعا هنا ده الشكل القلقاس بتاعنا، ابيض وزي الفل، نضيف زي القشطة، ريحته كانت جميلة جدا. بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كل منه. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ دودو، بحبكم في الله. مع السلامة. بصوا شكله عامل ازاي، شكله وطعمه حلو. وطبعا انا جبت لكم هنا ده القلقاس اللي انا فرزنته، وده السلق اللي انا شلته. بقيت الطبخة والتفريزة بتوعنا، والفيديو الجاي هيبقى برضو طبخة وتفريزة ان شاء الله. بصوا الشوربة بتاعته جميلة ازاي. مع السلامة.